وهم آخر يبيعونه للمصريين، واللي بيطالع صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع التابعة للانقلاب ومؤيدة له هيلاقي ان شعب الانقلاب، الشعب المؤيد لهذا الانقلاب، وان كانوا هم بينحصروا الحقيقة كل يوم، وأعداد كبيرة جدا بتفوق يوم بعد يوم وبيتضح لها حقيقة الأمر، مفهمينهم ان مصر عملت اتفاق مع الكونغو لربط نهر الكونغو بنهر النيل، وان هذا الربط ما بين النهرين سيعوض تماما مصر عما تفقده او عما ستفقده من جراء انشاء سد النهضة الاثيوبي. وبيهللوا وبيطبلوا سعداء جدا بهذا الامر، وتحيا مصر وبشرة خير كله، والناس نزلت ترقص كالطقم المعروف عند اي انجاز وهمي بيحققه الانقلاب. انا عايز اقول لحضراتكم، يمكن الخبر ما قدرناش او ما سعفناش الوقت ان احنا نجهزه لحضراتكم على الشاشة، ولكن انا هقرأه لحضراتكم. هو من اليوم السابع. وزير الري بتاع مصر الحالي التابع للحكومة الانقلابية اصدر قرار بوقف هذا المشروع. الحكومة نفسها اوقفت هذا المشروع. الناس اللي فرحانة ان هو تم وانه حصل وان هو ده اللي هيعوضنا المشروع، الحكومة واخده قرار بايقافه. قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة المهم تأجيل دعوى المقامة من عصام الديب المحامي وكيلا عن المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو، والتي طلب فيها بإلغاء قرار وزير الموارد المائية والري بوقف ربط نهر النيل بنهر الكونغو لجلسة 1 ديسمبر. واختصمت الدعوة رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية، وذكرت أن وزير الري ألغى قرارا صادرا بربط نهر النيل بالكونغو وهو ما يؤثر على الأمن القومي المصري، على الرغم من أن الدراسات أكدت على الاستفادة العظمى من ربط نهر النيل بالكونغو. فنكوش يا شعب مصر الحبيب، فنكوش آخر ووهم آخر تم بيعه لحضراتكم، واحتفلتم بيه وسعدتم بيه ان النهرين سيتم ربطهم، وان دوت هيعوضنا عن فقدان حصتنا من مياه النيل بناء على انشاء سد النهضة. الموضوع زي ما حضراتكم قرأناه عليكم من موقع اليوم السابع لمن يريد ان يتأكد. هذا الخبر ايضا عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين بتاريخ 13 اكتوبر اللي عايز يراجع في اليوم السابع. وزي ما قلنا حضراتكم حاسبونا على الكلمة في هذا البرنامج، لو في اي كلمة قلناها بدون مصدر صحيح قولوا ان البرنامج ده الحقوه بكل البرامج التي تقدم لكم اعلاما مزيفا. نحن قبل ان ننطق بالكلمة في هذا البرنامج نرجع ونتأكد بكل ما أوتينا من قوة واستطاعة وقدرة انها كلمة صحيحة، وذلك من ضرورات احترامنا للمشاهد اللي قاعد بيتفرج على هذا البرنامج.